السلام عليكم. هنعمل النهارده شويه لحمه ببصل حكايه من غير وقفه كتير في المطبخ، وفي حله واحده هتعملي لاولادك احلى غدا. شايفين اللحمه بتاعتنا مستويه ودايبه خالص زي ما انتوا شايفين. يلا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله. ومكوناتنا النهارده نص كيلو بصل وربع كيلو لحمه وحبه طماطم وحبه فلفل وخمس فصوص ثوم. في حله على النار هنزل فيها بمعلقتين زيت واحط فيها قطعه من الدهن الحيواني او اللي هقلب فيها لحد ما تتحمر وتنزل المادة الدهنية اللي فيها كلها. وبعد كده هنزل عليهم باللحمة بتاعتنا. هنا لازم النار بتاعتنا تكون عالية عشان اللحمة بتاعتنا ما تنزلش المية اللي فيها وتتحمر معايا بسرعة. قلبت على نار عالية لمدة 5 دقايق، وبعد ما وصلت معانا اللون ده هنزل عليها بالثوم بتاعنا وحبة الفلفل. هقلبهم دقيقتين بس لحد ما ريحة الثومة تطلع، وبعد كده هنزل عليها بالتوابل بتاعتنا. نص معلقة فلفل اسود ومعلقة كزبرة ونص معلقة كمون ونص معلقة بابريكا ومعايا ورق لورا ومعايا رشة زنجبيل. هقلب المكونات دي بتاعتنا كلها، وبعد كده هنزل بالبصل بتاعنا. وهنا هتقولوا ان البصل كتير، يعني نص كيلو على ربع كيلو لحمة. لا مش كتير، هي اسمها لحمة ببصل. هقلبهم دقيقتين وهنزل عليهم بحباية الطماطم بتاعتنا، وبعد كده هنزل عليها بمعلقة صلصة ونص معلقة سكر. هقلب المكونات بتاعتنا واغطيها واسيبها على نار هاديه كده لمده نص ساعه. وبعد مرور نص ساعه حسيت ان هي عايزه شويه ميه، زودت لها فنجان ميه وزودت لها نص معلقه ملح. وبعد ما كملت ساعه على النار كانت اللحمه استوت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك.